تحياتي لكم. هي قضية كنت بحكي فيها من عدة أيام، طبعا نشرت فيديوهات ورجعت كمان صار تطورات جديدة فلازم نحكي عنها. صار الموضوع السعودية موضوع جديد. نرجع للموضوع اللي هو المظاهرات التي خرجت، وكلنا بنعرف أنه اليوم بنقطة مثل الجامع الأموي مستحيل يتجمع هيك أشخاص ويطلعوا بهتافات ضد مصر إلا تحت عيون الأمن العام تبع الجولاني وعيونه هو وموافقته. فطلعت مظاهرة مسيئة بحق مصر. أنا لا أتكلم من منطق لا عروبي ولا قومي، لكن فعلا اللي شفناه من المصريين كسوريين، يعني أنا كل السوريين بيمثلوني، فهن تبنوا السوريين احتضنوهم. حتى أنت يوم بتروح على القاهرة أو بتلتقى بأي أشخاص مصريين بالخارج، معارض، مؤتمرات، في محبة للسوريين حقيقة. بحبونا، ما بيتعاملوا معنا أبدا، يعني ما بتحس بأي نوع من أنواع العنصرية، بتحس حالك فعلا من البلد، بحبوك ببدوك. معيب جدا اللي صار بحق مصر. طبعا هي كلها ألاعيب. هو الجولاني لا ينظر إلى مصر ماذا فعلت مع السوريين، هو ينظر حكم مرسي اللي راح مرسي، حتى هو مع أنه طلع فيها القديم نقد مرسي، لكن هو بالأخير يتعاطف مع التيارات الإسلامية، الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، وهو برأيه فهو هذا الفيديو ضد نظام الحكم في مصر الذي اختاره الشعب المصري. فطبعا كلها محاولات حقيرة يعني لضرب العلاقة بين الشعبين. وشفنا كيف كان في حديث المصريين، وكان في عالم فهمت وميزت بين مواقف الأب محمد الجولاني ومواقف المصريين، وهذا بيحتاج فرز. يعني حتى السوريين في مصر في عالم هن مع سياسة الجولاني، وفي عالم أبدا ما مع سياسة الجولاني. فالعالم اللي هي مع سياسة الجولاني جابت البلاء لبقية العالم اللي هي منا معه ضد القتل والإرهاب اللي عم يمارسه الجولاني. بعدين شفنا كبرت القصة. بعدين شفنا مظاهرة من يومين أيضا بنص الشام ضد السعودية وآل سعود. يعني أنت اليوم كلنا شفنا جهود الكبيرة اللي قام فيها محمد بن سلمان لحتى قبل ترامب يلتقي فيه، يعني والجهود أيضا غير الدبلوماسية، الجهود المادية والمبالغ، مليارات الدولارات دفع لحتى أنت تبقى موجود، لحتى يحاول تعمل شيء لسوريا. لكن للأسف إذا أكرمت الكريم ملكته، إذا أكرمت أبو محمد وجماعته بيسبوك. عادة الشتم والمسبات، شوفوا تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، شوفوا الأخلاق المتدنية عند جمهورهم. هدول هن يعني ما تتوقعوا تشوفوا شيء أفضل منه. وفي عالم فسرتها أنه ممكن هذا الشيء هو ما بيسترجم لما سعودية، لكن باتفاق حتى شوي يخفف موضوع القصة اللي صارت مع مصر، ويسمح بالتنفيس لجماعاته، لأنه هو جايهم خوازيق كتير. يعني بكره شوف قد إيه عم يبيع. يعني شفنا رفع العلم بالقنيطرة، شفنا دخول إلى درعا وبلدات كاملة وحواجز. فهو عم يحاول ينفس شوي عن حاضنته الشعبية حتى يقدر يمرق الاتفاقيات اللي كلها مطلوبة منه. لكن للأسف هو ليس ضامن لهذه الاتفاقات. يعني اليوم نحكي عن أخطاء الغرب وأخطاء كتير عالم بتقييم موضوع جولاني، وهل هو قابل للتغيير. شفنا كتير التقارير هو زلمتهم، هو عم يعمل مثل ما بدهم. أوكي، بس نحن اليوم ننظر الموضوع من ناحية، يعني في مراكز دراسات سياسية نحن بننظر الموضوع فكريا. هل هو فعلا قادر يطبق اللي انتم حاطين له اياه حتى لو كان عميل لكم؟ هل هو فعلا المجموعة اللي حواليه قادرة تعيش، أم هو فهمان اللعبة مزبوط وماشي معكم من آت وزيت، لكن عم يحفر وعم يخطط لشيء مختلف؟ اللي لاحظنا آه الجماعة عندهم شيء اسمه إعادة بلورة الإسلام السياسي بوجه جديد كي يكون قادر على الحياة. فللأسف هن معتمدين مبدأ يموت الكهل ليحيى الطفل. يعني ما عنده مشكلة محمد الجولاني إذا طلبوا منه يصفي الآلاف من رفاق السلاح اللي معه بيصفيهم، شو القضية العظيمة، مقابل أنه يزبط حكمه ويركز حكمه بهالمرحلة هاي. وحكيت عنها من بداية رئيس السنة تغيير المناهج لليوم. بالمرحلة هاي هو عم يغير مناهج، عم يحط اليهود أحفاد القردة والخنازير، والمسيحيين ضالين والبقية كفار، وعم يربي جيل من الأطفال على هذه المبادئ. نفسها عم تطبق على المتطوعين في الجيش والشرطة. فهو خلال 10 سنين الزلمة بصير عنده جيل من الأطفال اللي كان صف سادس سابع صف ثالث صار عمره 20 21 صار بالجيش، وخلال 5 سنين اللي كان بالثانوي صار بالجيش، واللي موجود هلا عم يتطوع، عم يربيهم كلهم على أفكار جهادية: تحرير الأقصى، تحرير قتل اليهود، قتل المختلف عنهم. فهو حتى لو هادن المجتمع الدولي وهادن الدول فترات وضحى بكثير من الرفاق سلاح، بعد كم سنة راح يكون عندنا حالة غير منضبطة، حالة غير قابلة للضبط، حالة تتفجر في سوريا وفي كل المنطقة.
ستهدد إسرائيل، ستهدد الأردن، العراق، ستهدد حتى دول الخليج والسعودية، وتدق يعني سوف يدق ناقوس الخطر في أوروبا، في الغرب، في روسيا. ليس هناك أحد محمي مما قادم عليه سوريا. هو يهيئ ملايين المجاهدين من الأطفال حتى الشبان اللي ممكن بعد سنة سنتين أكثر، فهو راح يجهزون ويطلقون لكل دول العالم ويرجع لمشروعه، لأنه غير قابل على التغير. اللي صار عمره اليوم 43 44 سنة وهو ربيان بالكهوف وبتورا بورا، وترك كان ترك دمشق ومن عمره صغير يروح يحضر محاضرات عند إرهابي القعقاع اللي يروح يحضر المحاضرات بحلب بالجامع، يترك كل جوامع دمشق ليروح لعند شيخ إرهابي كان موجود بحلب. من هذيك الأيام صعب كل عمره عاشوا بالجهاد وأفكاره إرهابية، فما لن يتغير. ما تفكروا إنه هن جايبينه عارفانين شو عم يشتغلوا معه، هن جايبينه كأفضل الاحتمالات. يعني مثل ما حضرنا مقابلة براك إنه يعني أحسن الاحتمالات السيئة اللي كانت عندي بسوريا إنه محمد الجولاني هو أفضل شيء ضمن الجماعات الإسلامية داعش وغيرها اللي ممكن نحن نتعامل معه، وهو يعلم تماما إنه هذا الشيء، فما راح يخليهم يستخدموه لمرحلة مؤقتة ويهرب. هو عم يخطط حتى لو راح يكون باني جيل من المجاهدين يتابع مهمته. الموضوع خطير جدا وبحاجة لإعادة النظر. سياسات أمريكا ليست دائما صحيحة. شفنا سياسة ريغان اللي دعم طالبان بالزمانات وكيف فجرت القاعدة 11 أيلول بعد قرن. فنحن اليوم ضلت الأمور 20-30 سنة راحوا بعدين فجروه. ففي مثل كتير معروف إنه لا تضع يدك في فم التمساح إصبعك في فم التمساح فيأكلها كلها. ما حدا بربي ضبع ببيته. منا مضطرين نربي أبو محمد الجولاني ليصير مليح. عندنا احتمالات لا تنتهي، حتى ضمن السنة المدنيين احتمالات لا تنتهي لأشخاص مدنيين قادرين على حكم مدني علماني وعلى دستور يحترم جميع المكونات، وحتى تكون سوريا آمنة لشعبها ولجيرانها، لا إسرائيل ولا غير إسرائيل. فنحن في عنا كتير خيارات، منا مضطرين نروح للخيار الأسوأ. شفت كتير خيارات انطرحت، يعني إذا بذكر أسماء ما بنخلص، من السنة المدنيين وقياديين وتاريخهم نظيف وفي موافقة شعبية عليهم، مو شخص، في عدة أشخاص. فبتمنى الكل نشتغل على البديل الديمقراطي، أو ما فينا ننكر أنه التقسيم قادم إلى سوريا. وسط وغرب سوريا قادم، جنوب سوريا ارتسم وخلص، شرق الفرات موجود. فحتى الجنوب الداخل إذا بيضل دولة حاله لازم يتم استبدال أبو محمد الجولاني بحكم سني مدني علماني حتى يتقبل المكونات الثانية الموجودة فيه، ويكون مرحلة في لاحقا لعلاقات جيدة مع الأقاليم حتى ترجع سوريا نوعا ما فيدرالية أو كونفدرالية مقبولة. لكن المخاطرة بمحمد الجولاني هي موضوع كتير خطير. الرجل استقطب كل المجاهدين بالعالم، هو معكم بدكم يقتل منهم آلاف بيقتل، لكن هو عم يربي أجيال سوف تكون خطر على كل دول العالم. حكيت فيديوهات كتيرة، فيكم تشوفوا فيديو عن الأمراء الثلاثة اللي جابهم. سيف الإسلام زعيم القاعدة موجود بسوريا، الأمراء الثلاثة موجودين بيناتهم محافظ حمص. في عنا هن عم يقودوا سوريا حاليا، واللي بيشوف المظاهرات والحركات والأعمال بيعرف تماما أنه القاعدة هي من تحكم سوريا بشكل أو بآخر. غيروا جلودهم لكن الفكر بقي نفسه. بتمنى تضلوا بخير، وبتمنى الأيام القادمة تحمل أخبار أفضل. كما لاحظنا أنه يعني نوعا ما المزاج الدولي بيصرحوا أنه بتشوف بالإعلام أنه هن مع الجولاني، بعدين بتشوف قرارات مثل الرفض الأمريكي لتغيير حالة سوريا. دول تانية ما عطته مثل ما بده، الدعم العربي تراجع، تركيا وضعها متذبذب، فهو ليس بأفضل حالاته وهو غير قادر. هلا رح نصير تقريبا بعد فترة بصير لنا سنة. قيموا ماذا عمل الجولاني، سوف تجدون ما عمل شيء غير الإرهاب وتجهيز جيل من الإرهابيين. شفتوا هالمظاهرة طلعت بحما، في واحد عم يعترض إنه قللوا ساعات الديانة. أيضا هن ما قللوا، هي كانت ساعتين، حاولوا يرفعوا للخمسة ما زبط، رجعوا نزلوها ساعتين، رجعوا نفس المخالفة عم طالعوا لهذا يصيح ويهتف وكذا يهدد مشان يقولوا شوف للعالم نحن ما كنا بدنا نفرض زيادة التدين، بس الشعب هو متطرف، هو بده تطرف زيادة، فنحن رح نرد لهذا الشعب. طبعا كل إنسان حر يعلم أولاده بالبيت الدين اللي بده إياه. يعني إذا بدكم يعني ما نحن بدكم مادة الديانة حطوها، بدكم شيلوها خلوها بالبيت. في عم بتقول لك حتى الرسم والفني أنا ما بحب، ليش لا تجبروه بالمدرسة؟ بس هذا بكل دول العالم، في إنه تعليم الأساسيات بالفن بالموسيقى بالرياضة للطفل، وبعدين هو حر يختار هالطريق أو لا، بس المبادئ الأساسية بيعلموا إياها بالمدرسة. طلع بعدين ما بيحب الموسيقى ما راح يكفي، طلع بيحب يعرف، بس لكن على الأقل
تسمع أنت لحن تفهم أنه هاي اسمها سيمفونية، تشوف رسمة تعرف أنه هذا رسم زيتي. يعني هاي أبسط أمور الثقافة العالمية يعرفها كل طفل. ما له علاقة والله أنا ما بحب الفنية ليش لازم تشيلوا الفنية والموسيقى والرياضة. يصطفل كل واحد بيبعت أولاده على الرياضة والموسيقى، إيه بيبعت ليطوروا، بس الأساسيات لازم تتاخذ بالمدرسة. نحن مع إنه ما يكون في الدين خالص بالمدرسة، كل واحد بيعلم أولاده بالبيت، أو يعلمون بيبعتون المركز الديني اللي بده إياه، هو حر. وبعدين لكن إنه يضل ساعتين أهو ما يصير خمسة، لا كل الأمور هاي بتتوضح الفترة المقبلة. أكيد في جمهور للجولاني أفكاره مثله. لذلك نحن حكينا أنه الأقاليم والإدارة الذاتية هي حل كتير مرحلة في عالم ما بتشبه بعض. يعني نحن اليوم ما نضحك على بعضنا، صرت اليوم ما تحس انك سوري، يعني تحس شو يعني سوري، يعني انا سوري ومحمد الجولاني سوري. في فروق ثقافيه، فروق حضاريه بين كل هالامه، في لايف ستايل، في نمط مختلف بالحياه. معمول فلان احسن من فلان، وفلان متطور احسن من فلان، وفلان متخلف اكثر من فلان. كل حدا من هالاقاليم الاربعه له نمط حياه مختلف. مو قادرين يعيشوا مع بعضهم غير بدولة علمانية حقيقة تعطي للكل حقوقها. طالما مو موجودة هاي الدولة، فحق هذه الأقاليم كلها أنها تستقل وتعيش حياتها بأمان وسلام معها ومع جيرانها، ممكن لتؤسس لما بعد لكونفدرالية حقيقية أو لدولة تضمن حقوق الجميع. طالما أنت ما عم تقدم دستور وحكومة وحكم يضمن حقوقها أو لا، فما فيك تلوم حدا ليش بده استقلال. العالم صار صوته واضح اليوم. إذا بتعمل استفتاء دولي، تصويت دولي على حق تقرير المصير، اللي هو حق مقدس لكل الشعوب، اللي بلش فيه رينان وتطور بعدين موضوع الألزاس واللورين حكيت عنه سابقا، وبكتبي كمان بكتبي الأخيرة كمان اشتغلت عليه. راح تشوف انه اذا عملوا تصويت ولا حدا من اقليم وسط وغرب سوريا او الجنوب او الكرد يقبل ان يبقى مع حكومه ارهابيه متطرفه في دمشق. الكل يختار مو الفيدراليه ولا الكونفدراليه، الاستقلال التام والانسلاخ عن هذه البلد التي لم تعد تعنيه. شو السبب؟ السبب ابو محمد الجولاني، غيروه قبل ان يغير كل شيء.